في موقف بقى عايز احكي لكم عليه، حصل مع واحد صاحبي ده ربنا كرمه يعني، وربنا يا رب يزيده. وعنده عربيه مرسيدس ويعني حياته كويسه. فراح عند جزار، السلام عليكم، قال له ورحمه الله وبركاته. قال له كيلو لحمه، كيلو بفتيك، كيلو فليه، يعني بيجيب اكل لبيته تمام كده. فدخل بعديها على طول عربيه 28 حمرا زي ما هو قال لي، وراح نازل. الجزار ساب كل حاجه وساب اللحمه. باشا اتفضل يا باشا، عامل ايه؟ تاني معاه مرسيدس بقى، يعني الايام واخداها مع مرسيدس 28. ايه اللي باشا؟ راح داخل ب 28، 15 لحمه تلو، 15 كيلو كندوز، اديني 15 فيليه، اديني 10 ريش. صاحبي ده اتجنن. الراجل خد اللحمه ومشي، والتاني قاعد متقدر، يا حول الله يا رب. مرسيدس مرسيدس. الموضوع انتوا مش فاهمين الحوار، يعني الحوار النازله وفتحه الباب والنجمه مرسيدس، الموضوع ضخم يعني. المهم يعني راح قال الجزار، قال له ايه يا عم، في ايه؟ انت ما قابلتنيش ومنظري وبتاع وسبتني وركنتني والراجل، وبعدين ده معاه 28 وبتاع. ايه يا عم، هو بيودي اللحمه دي فين؟ شغال في اللحمه؟ قال له لا ده باشا كبير. قال له ايوه يعني تاجر عنده معرض؟ قال له ولا شغال اي حاجه يا باشا، مش شغال اصلا. قال له وارث يعني؟ قال له ولا وارث يا باشا، ده شغله كله على الارامل. الست من هنا جوزها يموت يروح يتجوزها، تصرف عليه بقى لحمه وبتاع، الدنيا معاه، هو شغله كده، هي حياته. شوف الارمله اول ما تبقى أرملة بيتجوزها، تصرف عليه بقى لحوم وبتاع واكل ودلع ولبس وزي ما انت شايف. قال له طب خلاص خلاص خلاص، مش عايز اعرف، هات لي 15 لحمه، 15 فيليه، 15 مش عارف ايه، و20 مش عارف ايه، والريش والكفته. ايه ده ايه ده؟ قال له يا عم انت مالك، حسابك كام؟ اتفضل. راح مديله حسابه وراح طالع فين؟ على البيت، مروح قابل مراته. ايه يا حبيبي عامل ايه اللي انت جبته ده كله؟ قال لها بصي من الاخر، انا جبتهم لك عشان بعد ما اموت كده كده بتاع ال 28 هياخدهم. فالراجل وفر على نفسه يا جدعان وجاب لها اللحمه عشان الواد بتاع ال 28 هيفتش مراته بعد ما الراجل عملي قوي والله، الراجل والله العظيم عملي.